وكارلوس إدواردو وكذلك بوناتيني، بالإضافة لياسر القحطاني اللاعب اللي يتواجد وكما ذكرت للمرة الأولى كأساسي على مستوى بطولة الدوري السعودي على حساب الرايد ب3 أهداف نظيفة. ذلك الانتصار الذي قرر في وسط الملعب لمصلحة الزعيم في هذه اللحظات. تقدم من الجانب الأيمن إدواردو والعرضية بعد ذلك عند الكرة في الوسط، بتعود بعد ذلك في وسط الميدان، كرة ترسل طويلة يسر لكن كان متسلل. القحطاني كان ولنادي الهلال تاريخ كبير. نتحدث عن الهلال ونتحدث عما قدم الهلال ونتحدث عن الأسماء، وكادت السعادة أن تعود لأصحاب السعادة في الكرة الماضية، لكن تصدي كان كذلك مميز من حارس المرمى عبد الله المعيوف. كرة تحولت إلى خارج الملعب، إدواردو كان يطان كيف ستنفذ كيف ستلعب. هنا إدواردو نعم، هنا نشاهد الإعادة، هنا الركلة الجزائية، كرة كانت في الزاوية الأخرى والارتماء كانت تعود هلالية في اليسار. تقدم من الجانب الأيسر، بحث عن زميل، بعد ذلك تمريرة بينية مميزة باتجاه إدواردو والذي بدوره ترك الكرة إلى زميله، والكرة أرسلت طويلة داخل منطقة الجزاء. هنا فرصة 24 من زمن هذا الشوط الأول من هذه المباراة. كرة منقولة، إدواردو يتقدم، يحاول إدواردو يتوغل. يا سلام، مرور أول كان مثالي، مرور ثاني كان كذلك مثالي، ولكن لم يكتمل المرور لأن العرقلة كانت موجودة، وبالتالي الخطأ يصفر حكم الإيقاف في هذه الأثناء. وصلت من سالم الدوسري عالية، منقولة من وسط الملعب مرة أخرى، هلالية في اليسار، انطلاقة واحدة لمصلحة عند الكرة في وسط الميدان، لكن التغطية الدفاعية إدواردو قطع هذه الكرة، وبدأنا نشاهد محاولات من الطرفين، ولربما الهدف يطبخ على نار هادية، إما للوحدة وإما للهلال. لا أفضلية، وهدف التعادل عبد الله المعيوف تصدى لكرة سباستيان تيغالي، سجلت 4 لكن الفرصة الدخول في شوط المباراة الثاني بهوية مختلفة لم يحدث بالنسبة لنادي. ما هي التعليمات ما بين الشوطي هذا اللقاء؟ هنا إدواردو يتقدم، إدواردو يحاول عرضية خطيرة ولكن حارس المرمى راشد علي يتصدى لهذه الكرة. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، خطيرة كانت المحاولة ذلك للخلف عن طريق عبد الملك الخيبري إلى إدواردو عند الكرة عكس اتجاه اللعب إلى أقصى اليسار، هلالية خطيرة. هذه المجموعة طبعا الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم. هنا كرة هلالية تقدم تصل إلى المرمى، لأن المباراة مباراة طبعا في غاية الأهمية للفريقين، مباراة مع وصول بعض الأندية للنهائي، ومنها نادي الهلال الذي خسر من أمام نيشيمورا وليس من أمام ويسترن سيدني. هنا كرة خطيرة ممتازة، لكن تصدي من حارس المرمى الحارس راشد علي في الكرة الماضية، كرة إدواردو، وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات. هنا تمريرة وتسديد الكرة اللافة المميزة في الكرة الماضية، لكن التصدي تحولت بعد ذلك اليسرى. عبد الله عاد الكرة في وسط الميدان، إدواردو يبحث عن زميل، كرة منقولة في الوسط، بعد ذلك تمريرة، كرة خطيرة، تسلل أبدا غير موجود، خطيرة هذه الكرة، خطيرة، جول. 10 مشاركات في هذه البطولة، وكان أفضل إنجاز وكما ذكرت في عام 2007 عندما وصل إلى الدور النصف النهائي. هنا كرة خطيرة هلالية، لكن تسلل كانت هلالية في الكرة الماضية، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان. محاول الهلال مرور بهذه الصورة من إدواردو، الحكم لا يشير لا خطأ، لكن الصافرة أتت الآن، قطع على سباستيان تيغالي. حوار أرجنتيني برازيلي في الكرة الماضية بين إدواردو وبين سباستيان تيغالي، وبكرة من الجهة اليمنى كرة منقولة مرة أخرى ميليسي إلى إدواردو والتمرير، كرة عالية خطيرة الأيسر لمصلحة نادي الهلال. إدواردو يتقدم في الوسط، يحاول فيها إدواردو شجع الهلال. هنا فرصة الآن إدواردو عند الكرة، تقدم والتصويبة، الكرة بعد ذلك بعد تعادل أمام الهلال هناك في أبو ظبي في طبعا الجولة الثالثة. كرة عالية الآن، عمر خريبين